بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. احنا معانا ربنا، وانتوا معاكم الدفاتر والاتحادات ووزير الرياضة. طول ما انتوا معاكم الدفاتر والاتحادات والوزير لن تروا الأمل ولا النور، ومن معاه الله لن يخذله أبدا على طول الدوام. من يعمل وأن الله معاه لا يخسر على طول الدوام. إذا جاءت كبة أو خسارة من أنفسنا ومن تكاسلنا وعدم اجتهادنا، أما الفوز والخير لنا من عند الله سبحانه وتعالى. متى يتوبوا ولا يحفلوا علينا قبل ما يلعبوا، بيحفلوا علينا. انتظروا بعد مباراتكم وحفلوا، بدل التحفيل 2 3. ولكن ربنا بيفضحكم وبيختبركم. طول عمركم قلوبكم سوداء، وربنا بيديكم على قد نيتكم. الوزير اتدخل يجيب حكام أجانب في مباراة القمة السنة اللي فاتت، وجابهم من السعودية، فعلا وصلوا مصر. بدل ما ذهبوا الاستاد فوجئنا بطاقم حكام مصطنع مصر في الاستاد، والأول مرة نرى حكام تذهب وتأخذ سيلفي مع الجماهير. عرفنا بعد ذلك أنهم رسالة بيوجهوها للأهلي لئلا يذهب إلى الاستاد. وفعلا واتصلوا على الزمالك: ايه موقفك، هتلعب ولا تعمل ايه؟ الزمالك رفض يلعب، قال لك انا هلعب بحكام مصريين، مش هلعب بحكام اجانب ولا سعوديين. وطبعا قال انتظار لحين وجود حل. واستمرت التمثيلية والرابطة التي بدأت بطلب حكام ودفعت الرسوم أو دفعت قدمت شيكات للاتحاد عشان قيمة بدات الحكام. ولا أحد يعرف من الذي دفع ولا من الذي استخدم، يعني دفع قيمة استخدام هؤلاء الحكام الطاقم من التحكيم السعودي. هذه الرابطة، هذه الاتحاد، هذه الوزير. المهم المباراة لم تقام، والزمالك رفض يروح، والأهلي بالتالي منتظر حد يبلغه بميعاد المباراة. ولكن كانت التمثيلية إن الأهلي إعلان أي انسحاب، أعلن انسحاب الأهلي. فوجئنا بخروج أشرف صبحي على الشاشات قال لك يجب معاقبة الأهلي مثل ما عاقبته الزمالك الموسم الماضي. ازاي تعاقب يا عم أشرف وانت جايب الحكام؟ ازاي؟ المهم قاموا بوب الرابطة اللي كانت هي المسبب في إن الأهلي يصمم على الحكام الأجانب، هي أعلنت آه، قرار عقوبة بتاع الأهلي بخسارة المباراة 3-0